السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البسلة بالجزر، وكمان هنعمل الرز بالشعرية. خليكم مع الفيديو. بس الأول حابة أفكركم ياريت ما ننساش ندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، وكمان ما ننساش نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة معايا كيلو من البسلة، عليه جزرتين 2 كبار مقطعهم مكعبات، وهحتاج بصلة واحدة بس متوسطة. هنجيب الحلة على النار، وهجيب معلقة كبيرة من السمنة او زبدة على زيت اللي تحبيه. انا كده ضفت معلقة من السمنة دي طبعا انا مسيحاها عندي، نزلت بيها. هستنى بس لحد ما السمنة تفك معانا. اكون بقى محضرة البصلة بتاعتنا مقطعاها مكعبات صغيرة بالشكل ده كده. تمام. هنقلب بقى البصلة لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل معانا. ومجرد ما البصلة بتاعتك تدبل معاكي، لو انتي حابة تعمليها بزلة باللحمة هتحطي اللحمة في الفترة دي. تحطي بقى اللحمة وتشوحيها مع البصل لحد ما اللحمة بتاعتك تنزل ميتها وتشربها، وتحطي لها شعرة فلفل صغيرة وشعرة ملح صغيرة. انا كده مش هعملها باللحمة، انا هعملها كده بالصلصة بس. كده دبلت البصلة خلاص. مجرد ما البصلة دبلت معانا هنزل بحوالي كيلو الا ربع من الطماطم. طبعا الطماطم دي بتاعتي انا مخزناها، لو عندك بقى طماطم فريش بتضربيها وتصفيها. كيلو الا ربع على الكيلو بزلة. نزلت كده بالصلصة بتاعتنا. انا طبعا مسبكاها وشايلها جاهزة، يعني نص تسبيكة كده، عشان برضو كل حاجة تبقى سهلة معاكي. لو انت بتشتغلي ولا حاجة تبقى الحاجة عندك مخزنة تبقى سهلة معاكي. كده حطيت الطماطم، هسيبها بقى لحد ما تتسبك معايا خالص. كده خلاص بدأت تتسبك معايا وتتبخر من المية اللي فيها. هسيبها بس شوية مكشوفة كده عشان تتبخر من المية اللي فيها. مش عايزة فيها مية خالص عشان البزلة بتاعتنا تبقى مسكرة معانا. مجرد ما تتبخر من المية اللي فيها خالص وتنشف تحس ان هي خلاص ما عادش فيها مية خالص، هتكوني بقى محضرة البزلة بتاعتك. طبعا البزلة بتاعتنا دي غسلاها ومصفياها. هنزل بالبزلة بتاعتنا كده وهقلبها في الطماطم مع البصل. لا برضو لو انت مخزنة بزلة متلجة او انت شارياها من بره، برضو حطيها في الفترة ديت وقلبيها برضو مع الطماطم، وسيبيها شوية بقى لحد ما تنزل المية بتاعتها وتشربها خالص. ده الفرق ما بين البزلة الفريش والبزلة المتلجة. طبعا البزلة دي مش هتنزل معانا مية، يعني ممكن لو نزلت حاجة بسيطة خالص، اما المتلجة هتنزل معاكي مية، فتستني عليها لحد ما تنزل المية بتاعتها خالص وتشربها. كده خلاص البزلة بتاعتنا شوحتها بس شوية كده في الصلصة. بعد كده هزودها بقى شوية من الشوربة، او لو ما عندك الشوربة زوديها مية عادي. كده زودتها بقى شوية كده من الشوربة. هزودها برضو شوية كمان. كده تمام. بالقوام ده. لو انت حابة بقى تمرقيها شوية زي ما انت عايزة، في ناس بتحبها مرقة شوية، بس انا بحبها في القوام ده كده. هنضيف بقى معلقة صغيرة من السكر عشان حموضة الطماطم، وهضيف كمان الملح بتاعنا على قد الكمية اللي انت هتعمليها، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. انا مبحبش اضيف بهارات كتير، فلفل اسود وملح بس وسكر. السكر ده اساسي في اي تسبيكة انت بتعمليها. هقلبها كده خلاص، واخليها بقى على نار متوسطة، وكل شوية بتبصي عليها لو احتاجت شوربة او احتاجت مية بتحط لها عادي. هغطيها بقى واسيبها تستوي، ويلا نشوف هنعمل ايه. هنعمل بقى رز بالشعرية. معايا الحلة بتاعتي على النار، هضيف برضو معلقة سمنة، وهضيف برضو شوية زيت صغيرين كده عشان برضو الرز بتاعنا يبقى مفلفل. هجيب بقى كوباية من الشعرية، هحمر بقى الشعرية بتاعتنا كده وهتنيني اقلب فيها باستمرار عشان الشعرية بتحمر على طول. هقلبها كده لحد ما تديني اللون الذهبي الغامق. وطبعا قلبي في الشعرية على طول عشان ما بتستحملش. كل شوية كده قلبي فيها عشان كلها تاخد لون واحد، ما يبقاش واحدة غامقة وواحدة فاتحة.
طبعا انا عامله كوبايه من الشعريه، هعمل كوبايتين 2 كبار من الرز. تمام كده بقى وصلت للون الذهبي اللي انا عاوزاه. هنكون بقى غاسلين الرز بتاعنا ومصفيينه، دول كوبايتين 2 كبار من الرز. اضيف الرز على الشعريه واقلبه كده. تمام اقلب فيه كل شويه كده لحد ما الرز معانا يفلفل كده ويشرب من السمنه بتاعتنا. الخطوه دي حلوه قوي مهمه، هتخلي الرز مفلفل معاكي ومش معاك عشان يشرب من السمنه كله. يعني قلبي فيه كده لمده 3 دقايق ولا حاجه، متستعجليش عليه. كده خلاص قلبته لمده 3 دقايق اقل حاجه. طبعا انا عامله كوبايتين 2 رز وكوبايه شعريه. كوبايتين 2 من الرز هيحتاجوا كوبايتين 2 من الميه، وعامله برضو مسوده كوبايه من الشعريه هضيف لها نص كوبايه ميه. دول الكوبايتين 2 بتوع الرز همت اللي انا عملتهم، وانا عامله كوبايه شعريه من دي هحط نص كوبايه ميه بس، لان الشعريه بتاخد نص الميه. يعني انت لو عامله كوبايه شعريه هتحطي نص ميه، لو عامله كوبايتين 2 شعريه هتضيفي كوبايه من الميه. فاهميني؟ كده هنزل بقى بالملح بتاعنا وهقلب بقى الرز كده. وهغطيه بقى واسيبه لحد ما يغلي ويتشرب، وبعد كده هديه على نار هاديه. مجرد بقى ما يشرب الميه خالص اللي فيه ويتشرب خالص، هوطي النار بتاعته بقى كده واسيبه يستوي على نار هاديه. كده الرز بتاعنا اتشرب خلاص. شايفين بسم الله ما شاء الله مفلفل ازاي. اغطي الرز بقى بتاعنا واسيبه يستوي براحته خالص. وبرده كل شويه كده ببص على البسله بتاعتي، لقيتها استوت خلاص، لقيتها محتاجه ميه بحط لها، او بتحتاج شوربه بتحط لها اللي متوفر عندك. كده خلاص البسله بتاعتنا خلاص استوت خالص. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي. كده بقت البسله خلصانه والرز بتاعنا خلاص استوى. هنغرف بقى السفره بتاعتنا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. كده خلاص الرز خلاص غرفناه. طبعا انا عاملاها بالفراخ بشوربه الفراخ، لو انت عايزاها بقى تعمليها باللحمه زي ما انت عايزه. الرز بتاعنا بقى جاهز، والبسله بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجب. ولو عجبكم الفيديو ريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب، وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في